السنجاري وطريقة التسوية، طريقة الصوص والخلطة السرية والتتبيلة وطريقة التنظيف وازاي نفتح السنجاري بطريقة صحيحة، كل ده هنعرفه النهاردة في الفيديو ده. والسر في البهارات ومقادير الصوص والتركيبة بتاعة التتبيلة. أول حاجة هنعملها ايه؟ هنتعلم نفتح السنجاري بشكل صحيح. معايا برياية كبيرة اهيت من الراس، هنقشرها الأول ونفتح الراس بالطريقة ديت، وبعد كده نمشي السكينة فوق السلسلة ونخلع حوالين السلسلة ونشيلها، وبعد كده هنشيل الأحشاء وتحت الحنفية بفرشة السمك هنغسلها. يبقى مش هنقشرها، هنسيب القشر بتاعها سليم زي ما هو، ولكن شيلت السلسلة والأحشاء بطريقة احترافية. الحكاية حلوة، ونبدأ بذكر الله والصلاة على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنروح نعمل بقى التتبيلة والصوص، وهنختار البهارات والأسرار لأول مرة. يلا بينا. معايا معلقة كبيرة كاري، معلقة بابريكا، شوية شطة، شوية قرفة، معلقة فلفل أسمر، معلقة توم بودرة، معلقة كمون، ومعلقة كزبرة. تعالوا مع بعض بقى للتركيبة التانية. معايا البرتقان، معايا فلفل ألوان قرن من كل نوع، ومعايا فلفل حامي أخضر وأحمر، ومعايا شوية كاتشب حلوين. والبولة التانية هنا الكاتشب أهو. البولة التانية بقى تسبيكة كده، شوية توم متحمرين مع شوية زبدة، ونزلت عليهم بشوية صلصة وطماطمية كده مضروبة في الخلاط، وعملت تسبيكة حلوة. طيب، ومعايا المستردة، ومعايا التوم، ومعايا شوية زبدة والليمون. وبالنسبة للتسبيكة ديت هنتكلم عنها دلوقتي. طيب، ناقص ايه؟ شوية خل وشوية زيت، ومعايا الملح. هنحضر بقى الخلاط بتاعنا كده وواحدة واحدة مع بعض. هنا الخل، الزيت، شوية مية. حضروا بقى الخلاط، وتعالوا الأول نعمل ايه؟ الصوص. الصوص اللي هنستعمله للسنجاري، دايما في الفيديوهات اللي فاتت كنت بستعمل الصوص الأحمر ده، وسألتوني عنه كتير، وقلت إن شاء الله هنعمل فيديو للسنجاري ونعمل الصوص قدام حضراتكم، وهو جه الوقت. تعالوا مع بعض. هننزل لوج كاتشب، هنا لوج مستردة جودة أولى يعني. ومعايا بقى التسبيكة الحلوة دي. طيب، لو مش عايزين تسبكوا طماطم وصلصة مع زبدة وتوم، هتجيبوا شوية صلصة وتضيفوهم على الايه؟ على الكاتشب والمستردة، ونعصر عليهم الليمون وشوية برتقان. تمام كده، ليمونة او 2 او 3 مع برتقانتين، وهنحط معلقتين 3 زبدة كده مع بعض اهو، وشوية ملح عشان نكسر التسكيرة بتاعة الكاتشب. حط بقى سنة بهارات من كل نوع، حاجة بسيطة كده. ولكن الكاري انا زودت شوية، نص معلقة، عشان عايز اخد لون اصفر مع اللون الاحمر مع السنجاري. فاهميني؟ هتشوفوه دلوقتي. وسنة زيت اهو. اقلب بقى واسيب الصوص في جنب. هنروح بقى للتتبيلة. التتبيلة دي تمشي مع حضراتكم لأي نوع سمك مشوي، سواء كان ردة هتحشوا البطن بتاعته خلطة، قبل الخلطة تحطوا التتبيلة دي. هنروح نقلي سمك، هناخد التتبيلة دي ونعملها ايه؟ للسمك المقلي. بنعمل سنجاري زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي، هنستعمل التتبيلة دي. انا هنا حطيت الفلفل الالوان كله مع بعضه بعد ما قطعته، وحطيت شوية توم كنت فارمهم في المفرمة، وهحط شوية خل، واحط بقى الايه؟ المستردة، لوج او 2 مستردة برضو. في ناس تقول لي ممكن نستغنى عن المستردة، اقول له عادي، مش موجودة خلاص. حط معلقتين ونص ملح او 3. واروح بقى للبهارات، احط الباقي منها بالطريقة الحلوة دي كده. والشطة على حسب الرغبة، لو عايزينه سبايسي حطوا الفلفل الحامي ده بزيادة. ونضرب بقى في الخلاط. طيب، المية بتستعملها في ايه؟ لو الخلاط واقف مني بزوده شوية مية. هنا بس المية احتياجها لكده فقط. تمام كده، يعني انا جبت ازازة مية مجهزها جنب مني، الخلاط واقف مني، بزودها سنة مية، واضرب بقى الايه؟ التتبيلة كده زي الفل اهو. انا عامها جامد في الخلاط عشان تدوب كده دوبان. ممكن نستعمل الفرشة، اللوج في التتبيلة دينا عادي زي ما حضراتكم تفضلوا. بص بقى على التتبيلة كده اهو. ناقص بقى شوية الليمون. تمام كده، يبقى انا عصرت الليمون في بولة اهو، وازود البهارات بقى زي ما انا عايز كده. تمام قوي كده. التتبيلة لازم نقلبها شوية اهو. بص بص، تعال قرب. شايف التتبيلة؟ تنفع بقى زي ما قلنا لأي سمك مشوي، زيت وليمون، ردة مفتوح. وهنا الصوص اهوت
جاهز، التتبيلة والصوص كده عرفتوهم. يلا تعالوا مع بعض بقى نتبل السنجاري بتاعنا. هنا البوري او القاروص او اي نوع سمك سنجاري، مش هنشيل القشر من الظهر عشان هنعمله على شبكة ونبدأ نتبل السمك بالطريقة دي كده. السنجاري طبعا، البوري والماكريل والقاروص، الشعور، الناجل، الكشر، الهامور، اي نوعية سمك، اللوت، اهو بالشكل ده كده بنتبله. واروح بقى اجيب الشبك بتاعي ارصه وابدأ باحترافية كده احط السمك جنب بعضه اهو على شبكة. يبقى القشر عشان يحمي السمك ما يلزقش في الشبك. اما طريقة بقى السيلفر بنقشر الحكاية ديت، وبعدين ان شاء الله في الايام اللي جاية هنعمل فيديو السنجاري في سيلفر في صواني ان شاء الله في الايام لو احيانا ربنا القادمة. اعملوا متابعة كده للقناة لو بتشوفوني لاول مرة، قناة الشيف رضا شعبان فودة. اهو هبدأ بقى الصوص بفرشة او بلوج، ابدأ ادهن السمكاية على خفيف كده، يعني ما تقلش للي ده مشوي، اطعمها ولوينها بس بالطريقة دي. في بصل، فلفل، طماطم، جزر مبشور، شوية كرفس، بوصات كده. هنعمل شوية خلطة على ايدينا بأي تقطيعة مناسبة، طرنشات، سلايز ناعم، ونحط في قلب السمكاية. طيب انا ما اناش عايز الخلطة دي، في فكرة حلوة، ممكن نقطع مكعبات كده البصل مع الفلفل الالوان مع الجزر ونشويه على الجريلا، وبعد السمك ما يستوي معايا بالشكل ده كده، طبعا انا دخلته الفرن خد اللون ده، هعمل ايه تاني؟ المرحلة التانية هشيل الشبكة ديت احطها فوق ظهر الشواية، لما تاخد لون بني من تحت كده يعني استوت اطلعها. هنا السمك زي الفل قوي، ناقصه ايه؟ الخضار اهو المشوي، شبت وبقدونس وكزبرة. الرشة بتاعته الاهم هي الشبت والبقدونس والكزبرة مع بعض، ونرشه على الايه؟ على السنجاري. ويا سلام بقى كده لو نسقسقه بشوية ليمون معصورين كده على السريع. بص على الجمال، بص على المنظر، شايف؟ الله، يا سلام على المنظر، الطعم والشكل والريحة فوق الخيال. احلى سنجاري يا جماعة لو عملتوه بطريقة التتبيلة والصوص اللي انا عملته ده، طبعا واخد زبدة، برتقان، كاتشب، مستردة، تسبيكة صلصة مع طماطم، حلوة قوي الصوص ده. بص على المشهد كده، حلقات برتقان مع حلقات خضار مشوي، طرنشات، الله 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 الله، جمال بعد كده مفيش. لو عجبنا الفيديو هنعمل ايه؟ هنقول رأينا في التعليقات. بالله عليكم ما تنسوا اللايك وشاركوا الفيديو ده للغير عشان هتحتاجوه بعدين، خلوه على صفحتكم وخلوا الناس كلها تستفيد. يبقى نشارك الفيديو ونقول رأينا في التعليقات، ونصلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الله يحلى كده في البداية والنهاية. بص الله، لا 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 لا، خيال. اشوفكم على خير ان شاء الله، دمتم في امان الله.